السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخوات. شايفين آخر تطورات قطار أبو قير أو مترو أبو قير؟ عم بيعملوا الحقيقة أنا عاملة لكم يعني إيه فيديو بقى لوحده، بلاش نتكلم على الإيه على المترو دلوقتي. بس إحنا دلوقتي في المنظرة، هنعدوا من تحت النفق بتاع المنظرة ونطلعوا على البحر. نشوف بقى الإشاعات اللي طالعة إن في الأمواج يعني الشواطئ فاضية والأمواج عالية وفي ناس بتغرق وكلام كده ما نعرفش. شوف الناس، الناس هي اللي هتغرق البحر من كترها، هتردم البحر. احنا اللي ردمنا البحر اهو. شايفين الناس قد ايه، غير اللي جوه. انا مصوره لكم على الرصيف، لكن اللي جوه ده دول طلعوا بس بقى ان كانوا هيروحوا بدري، لكن اللي جوه بقى الى ما شاء الله بقى لو عايزين يقعدوا للصبح بيقعدوا. اللهم صل على النبي. ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ بلدنا. بصوا هنا بيرصفوا بقى الطريق، ما شاء الله. الشغل بصوا من نار تغيير اسكندرية. بصوا بقى هتبقى عظمة. بنوسعوا ما هو عشان الناس تكتر اكتر ويجوا اهو. شوفوا بيوسعوا لهم اكتر اهو، وبيعملوا لهم انفاق عشان من الطريق ده للطريق ده يخشوا على البحر على طول، وما حدش يتعرض لأذى ولا حاجة. ما شاء الله اهو في كل حتة جمال اهو، جمال. بس هنا طبعا ما فيش شاطئ عشان في منطقة عمل. ما شاء الله ربنا يعينهم ويقويهم اهو. شوف التوسعة، بص التوسعة قد ايه. عملوا شارع تاني جنب الشارع اهو. وجوه بقى الشاطئ من جوه بيردموا فيه، وبيعملوا حواجز امواج من بعيد كده. الحواجز دي عشان يحافظوا على الشاطئ، والنحر اللي هو بيبقى بيحصل على الشواطئ، اللي هو زي ما حصل من سنتين كده ساعة ما الشاطئ هبط، وقالوا زلزال من أثر الزلزال ومش عارفه. لا، هو طبعا كان من الأمواج اللي هي بتخبط على الرصيف، فكانت بتسحب طبعا الرمل من تحت الرصيف اهو. الكلام ده كله مش هيحصل تاني، لان اللي بيعملوه دوت يعني حاجة عظمة. ان شاء الله ربنا يعينهم ويقويهم ويكملوا اهو. شايفين التوسعة قد ايه لجوه. هي طبعا الناس ماشية على الاسفلت، واللي تحت ده رمل وكده، ف مكان شغل يعني. الإشاعات الإشاعات اللي بتطلع ديت عشان تخوف الناس وتشغلهم وتضايقهم وتخوفهم ان هم يروحوا يصيفهم. لا، الدنيا جميلة خالص اهي، والناس كلها على البحر. ما شاء الله. محدش يصدق إلا لما يشوف بعينه. هنا منطقة عمل برضو اهي، وهنا بير مسعود بقى. شوفوا بير مسعود ده بالليل الناس بتبقى سهرانة، ما تعرفش تحط رجلك فيه من كتر الناس.
بير مسعود. الناس ملياه اهو. وبالليل بيبقى اكتر بقى، بيقعدوا لحد الرصيف ده بيبقوا قاعدين. واللي عايز يركب عجل واللي عايز يركب حنطور. يعني هتنبسط وتبسط اولادك، وامان خالص، ومفيش اي حاجة من اللي بتتقال في يعني الاشاعات اللي طالعة دي. هنا التوسعة بصوا قد ايه، ما شاء الله. انا عامله لكم فيديو باذن الله هنبقى نعمله، واوريكم برضو من فوق كده الناس قد ايه على الشواطئ والزحام اللي على الشواطئ. شوفوا التوسعة قد ايه، ما شاء الله. كل ده كان مية وردموها. شوفوا ما شاء الله، ما شاء الله. كل ده بيتعمل ليه؟ عشان السياح يجوا، والناس تيجي من البلاد تزورنا كده وتستمتع بجو اسكندرية الجميل، مش يخوفوهم والناس تبقى خايفة وفاكرين ان في حقيقة. ده احنا على الكلام اللي احنا بنسمعوه ده بقى في الاشاعات دي، ده احنا هنموتوا بقى كمان اسبوع ولا حاجة. كل واحد بقى يبقى يكتب وصيته. يا خبر على الاشاعات اللي بتطلع. ربنا يحفظ بلادنا يا رب، ربنا يحفظها. شوف التوسعة قد ايه، ما شاء الله، اللهم بارك. اه شارع جنب الشارع، طريق جنب الطريق يعني القديم. شوفوا قد ايه. اه وبوابات جديدة لكل شاطئ اهو، بوابة بصراحة اللي بيحصل ده حاجة جميلة ما حصلتش قبل كده، عظمة. أنا عايزة أقول حاجة، يعني مانيش عارفة. يعني الإسكندر بنى اسكندرية، كانت تعتبر بلد صغيرة وقرية. شوف احنا، ده احنا بنبني دولة بقى، مش ده بالمنظر ده احنا بنعمل دولة في اسكندرية. ما شاء الله، ما شاء الله. السلام عليكم.